يا فندي يا فندي يا فندي. ايوه يا ست. لا مؤاخذة بس المنديل وقع من ايدي، استنى هنزلك السبت. ثبت ايه؟ وانا شغاله عندكم يا ست ولا ايه؟ خلي جوزك ينزل يجيب. بس انا مش متجوزة. خلاص اصبري لحد ما تتجوزي وينزل يجيب. ده اسمه كلام ده؟ خلاص مش عايزة حاجة. حلمك يا ست او كله بثواب. نزلي السبت. دي حاجة المظات خالص. على العموم أنا قاعد على القهوة جنبك هنا عشان لو حاجة تانية وقعت. كتر خير. طب هتوقعي حاجة دلوقتي والسبت نازل بالمرة؟ على القهوة هنا. علي، أنا اتكلمت مع بابا في موضوع طلاقنا. كنت مستنية أشوفك عشان أفتح معاك الموضوع. بعد اللي حصل مع كارلا طبعا مضطرة أستحمل شوية لحد ما هي تعرف تتقبل. حتى موضوع الطلاق اتكلمتوا فيه وخدتوا قرار؟ وأنت حد عارف يوصل لك أصلا؟ أيا كان، علي لو هتعيش في البيت ده يبقى لازم تلتزم بشروطه. أول حاجة تروح تشوف دكتور يعالجك، لأن أنا ما بقتش مأمنة ولا على نفسي ولا على بنتي طول ما أنت معانا. تاني حاجة محتاج بجد تبطل تحكي لها القصص والحكايات اللي أنت بتحكيها. انت متخيل ان هم بيكلموني في المدرسه يقولوا لي ان هي بتضرب صحابها عشان مش مصدقين ان باباها بيدخل سرداب بيطلع في زمن تاني؟ من فضلك بطل تبوظ لها دماغها اكتر ما هي باظت اصلا. خلصتي؟ اه خلصت. تمام، وانا اتعالجت خلاص. لا تسمعي بقى زمن تاني ولا سرداب ولا اي حاجه من الحاجات دي. انا كانت بس اعصابي تعبانه وارتاحت. انا اعصابي ارتاحت. ونضمن منين بقى ان انت ما بتقولش اي كلام؟ نكشف، نروح للدكتور ونكشف، مش ده يطمنك؟ يلا نكشف على اعصابي. ماشي نكشف. طيب عامه لو عايز ترجع الشغل انا ممكن اتكلم معاك. لا 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 خلاص، انا
عندي الشغل بتاعي دلوقتي ومش محتاج حاجه، شكرا. ده زي ابويا الله يرحمه. سلامعي يا سلامعي. في ايه؟ البوليس كبس، عايزين نشوف الرخصه. لا يا سلامعي خالص، مفيش الكلام ده. امال بتصحيني ليه يا بوز الفقر؟ اصل الجدع اللي اسمه عمر افندي ده جه دلوقتي وادالي تمثال الاثار ده وقال لي اديهولك تستخدمه طفايه بدل التاني. اوعى يكون خد منك فلوس. لا خالص يا سلامعي، قال لي ده كادو. كادو؟ طالما كادو يبقى ماشي، بس التمثال ده شكله مش فرعوني. لا فرعوني طبعا. فرعوني؟ مين اللي قال؟ هو اداني التمثال وقال لي كده، وقال لي كمان اللي هو ده تمثال الملك بوب مارلي. بوب مين يا اختي؟ هو اسمه كده بوب مارلي. بوب مارلي؟ هو في ملك اسمه بوب مارلي؟ وانا ايش عرفني، وانا كنت عايشه ايام الفراعنه. بس حلو والله. اما الفراعنه دول عليهم حاجات. بقول لك ايه، اخده احطه بره في الصاله؟ لا امشي امشي من هنا، يلا ما تصحينيش تاني يا ابو زلال. امشي. حاضر. هيحصل ايه يعني؟ ما كنت خدته حطيته في الصاله. الملك بوب مارلي هيفضل في حضني، هيبقى معايا هنا في الاوضه. منور يا بوب. رفقا بالجرايد. يا عم رفقا انت. اديك كل الاعداد الباقيه لسنه 43. بقول لك ايه، هو في حاجه كانت سنه 43؟ لا مفيش حاجه. لا في حاجه في 43. في واحد اسمه فهماوي نبراوي تهامي، طلعوا ان هو يقرا كده هو سنه 43. يبقى في حاجه في 43. يا عم بقول لك مفيش حاجه. لا في حاجه في 43. ادينا بنشوف، لو لقيت حاجه بحكي لك. طيب انت عايز حاجه؟ لو عايز حاجه رن عليا. معاك معايا رصيد، اتفضل بقى. جميلة جميلة قوي خالص، تفاصيل رائعة. انت موهوب فعلا يا عمر افندي، انا هشتري منك اللوحة دي. بتكلم جد؟ ده شرف كبير جدا اني ابقى جنب الفنانين العظام دول. يا ابني انت مش اقل منهم، انت موهوب فعلا. انا هدفع لك فيها 50 جنيه. 50 جنيه مرة واحدة؟ يا ابني لازم نشجع الشباب الموهوب اللي زيك عشان نشوف اعماله العظيمة في المستقبل. ومين عارف، يمكن في المستقبل يكون ليك اسم كبير زي فان جوخ او دافنشي. او يمكن في المستقبل لما اتجوز مراتي تبقى مش شايفاني موهوب اصلا. انت ليه يا ابني متشائم كده؟ والله ده اللي انا شايفه، انا شايف ان مراتي مش هتبقى شايفاني موهوب